الآثار المصرية فيها قطع نادرة جدا مفيش منها تاني، يعني تلاقي قطعة واحدة برمزية غريبة تكون موجودة في عصر كمان شديد الندرة. يعني تخيل معايا كده، أنهي قطعة أثرية نادرة موجودة في العالم أو موجودة في الحضارة المصرية القديمة مفيش زيها لا قبلها ولا بعدها، بجانب إن الرمزية بتاعتها غريبة ما شفناهاش قبل كده. وفي نفس الوقت القطع الأثرية دي بتثبت لنا معلومات كتيرة جدا حاليا منتشرة وهي غلط، نقدر نعرف الصح من الغلط. القطعة اللي أنا هتكلم عنها النهاردة مش قناع الملك توت عنخ آمون ومش راس نفرتيتي، لا حاجة تانية. الخاتم اللي قصادكوا ده، عارفين ده خاتم مين؟ ده خاتم الملك أخناتون، لقاه بتري سنة 1891، وأكيد لقاه في تل العمارنة لأن هناك كان معقل عبادة أتون ومكان سكن أخناتون مع نفرتيتي. فالآثار اللي هناك مفيش زيها تاني، نادرة جدا. لقوا هناك الخاتم ده، الخاتم ده من الذهب، موجود حاليا في متروبوليتان. لو لاحظتوا الشكل هتلاحظوا ان مفيش كتابة. في ناس هتفتكر ان دي كتابة، لا دي مش كتابة، دي رموز. بس الرموز كتابة في حد ذاتها عند المصريين القدماء، بس رموز أول مرة نشوفها وآخر مرة نشوفها. في ناس كتيرة جدا بتقول إن أخناتون عبد أتون ووحد الآلهة، وكلام ده غلط خالص. وأنا قلته أكتر من مرة، هو بس تعصب اتجاه أتون، يعني بقى متعصب اتجاه أتون ضد أمون فقط، مش ضد كل الآلهة. والدليل على ذلك إن الخاتم اللي قدامكم ده مرسوم عليه بداية الخلق عند المصريين القدماء. هتقولوا لي ازاي يا نيرفانا؟ هقول لكم ان زي ما انتم شايفين الراجل والست اللي قاعدين دول بيحملوا ملامح اخناتون ونفرتيتي، وده فعلا ده اخناتون ودي نفرتيتي. بس هنلاحظ ان اخناتون هنا ماسك في ايده العلامة بتاعت الاله شو، اله الهوى عند المصريين القدماء. طيب اللي قدامه دي هتكون مين؟ اكيد نفرتيتي، واضح جدا من الملامح المميزة لهذا الفن اللي ظهر في هذه المرحلة، وماسكة في إيديها الزهرة بتاعة تيفنوت. إذا هذه تمثل نفرتيتي في هيئة الإلهة تيفنوت إلهة الرطوبة، وتحتهم في علامة الأرض، وفوقيهم في علامة الشمس المحمية بالثعابين اللي هو رمز رع، بس هنا هتكون برمز السماء. طيب ده معناه إيه؟ ده معناه إن الملك أخناتون والملكة نفرتيتي لأول والآخر مرة نشوف ملوك مصريين يجسدوا نفسهم بشكل الآلهة القديمة أوي دي. وفي نفس الوقت هنا المصري القديم كان مؤمن إن الأول اتخلق شو واتخلقت تيفينوت، ولما اتخلقت شو وتيفينوت اتوجد السماء والأرض واتوجدت البشرية بعد الأربع مكونات الأساسية دي اللي من خلالها بدأ الخلق. فهمتوا بقى إن أخناتون كان مؤمن إزاي بالفكر المصري القديم وهو مش ضده، هو بس كان عايز أتون يتميز على أمون. ودي كانت حاجة ضد المصريين القدماء في هذه المرحلة، لأن كان أمون هو اللي كان مسيطر على هذه المرحلة، لأن كانت المعارك بتطلع باسم أمون. إذا فضل المملكة المصرية الحديثة أو المملكة أو الإمبراطورية المصرية الحديثة تنسب إلى أمون. فبعد ما احنا عملنا كل الجهد ده، انت جاي اخناتون تقول لي اتون وتسيب امون؟ انت عايز تضيع الامبراطوريه، وبالفعل ضيع الامبراطوريه المصريه في ذلك الوقت عندن في امون. ففهمتوا بقى ان الاثار بتحكي عن المصريين القدماء اكتر من اراء الاشخاص. حاليا انا بسمع ناس كتير جدا بتأله وبتقدس اخناتون تحت بند انه هو النبي، تحت بند انه هو سيدنا يوسف اهداه الى الاسلام، تحت بنود كتيره حاجات بسمعها، اسمعها من هنا واجي ارجع اشوف الاثار من هنا اقول سبحان الله على التضاد في الفكر. فدي كانت حلقة النهاردة، حبيت اوضح لكم قطعة اثرية مفيش زيها على وجه الارض، بالنسبة لندرتها، بالنسبة للعصر اللي اتوجدت فيه، بالنسبة كمان لرمزيتها.